المتحدث الرسمي بنادي الاتفاق وعضو مجلس إدارة، نرحب فيك. في البداية نتكلم عن يمكن حادثة حصلت قبل قليل، أنه كان أحد مساعدي سيد قوران كان مستاء جدا من رش أرضية الملعب، على الرغم أنه كان يعني هناك رش للملعب أعتقد قبل ساعة ونص أو ساعتين. هو نظاميا المفروض يرش قبل ساعة الملعب، والوقت اللي فتحوا فيه المياه كان تقريبا قبل ساعة، بس هو استغرب لأنه كان يعتقد أنه الملعب كان مرشوش قبل ما يفتحونه، بس سيان يعني ما فيها أي مشكلة يعني. بالعكس كان بس استغراب، لأنه تعرف يمكن هم في صربيا متعودين على شيء معين أو حاجة حكم أنه تو جاي. لا، الموضوع نورمال طبيعي ما في شيء. نتحدث عن بعد خروج من كأس ولي العهد، وهي البطولة خروج المغلوب، وهذه حتى هذه المباراة كيف تهيأ اللاعبين لهذه المباراة؟ يعني أنت عارف أنه الوقت كان تقريبا يومين 3 أيام، وقت ضئيل جدا. عملت إدارة النادي وإدارة الفريق لإخراج الفريق خارج يعني أجواء الخسارة، ويعني حقيقة خلينا نتكلم أنه الفريق أدى ولكن لم يوفق في نتيجة المباراة. إن شاء الله إحنا نقول اليوم الفريق داخل إن شاء الله محضر ذهنيا ومركز وسعي لحصد 3 نقاط لإكمال مسيرة خلينا نقول الصعود في مركز ترتيب الدوري بشكل أفضل. الحين نهاية الدور الأول، هذه المباراة الأخيرة، وصلتوا للهدف المرجو اللي راسمينه من بداية الموسم؟ لا إلى الآن أنت خلال الموسم تمر في عدة نقاط تواكب أهدافك. حقيقة ما أخفيك في جزء من ما نصبوا له قاعدين نلقاه مع العمل اللي يقوم فيه سيد قوران. طبيعي جدا أي أهداف ما حتكون الآن، يعني تحقيق الأهداف وتفصيل هل أنت وصلت اللي تبغاه أو لا، هذه حتلقاه مع نهاية الموسم مش الآن. الوقت أعتقد مبكر لحصد النتائج، لكن الآن علينا العمل، علينا دعم المدرب، علينا أنه إحنا نكون أفضل مع الدور الثاني بعد فترة التسجيل. يعطيك العافية. الله يعافيك. شكرا لمحمد الصدعان المتحدث الرسمي بنادي الاتفاق وعضو مجلس